ازيكم يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنكمل مسيرتنا في النتورك بيزكس، وهنتكلم النهارده عن اللاير 2. عشان نفهم اهمية اللاير 2 خليني ابدأ الموضوع من الاخر للاول. ازاي؟ خلونا نتكلم مع بعض، نحكي قصة مع بعض. تخيل المستشفى دي دلوقتي هي فيها كم قسم؟ فيها اقسام كتيرة جدا، وفيها عناية مشددة او عناية مركزة، فيها جزء استقبال، فيها جزء أشعة، فيها جزء معامل، في جزء ممكن يكون المرضى محجوزين فيه أو بايتين في المستشفى. ففي أقسام كتير في المستشفى دي. لو تخيلنا إن الإنترنت بتاع المستشفى دي هو نفس الإنترنت الموجود في البيت، فهي بتتعامل جوه شبكة واحدة زي البيت بالظبط. والشبكة دي هي عشان فيها أجهزة كتير فهتبقى كبيرة شوية، ومشتركين كلهم في نفس الرينج الاي بيز، في نفس الجيت واي، مشتركين في كل حاجة. فتخيل هنا بعض الأجهزة مثلا بتعمل برودكاست زي ما اتفقنا كده، علشان في جهاز ياخد في البري بيزكس، عشان في جهاز ياخد اي بي فهو بيكلم الدي اتش سي بي سيرفر. تمام. بيعمل ايه عشان يكلمه؟ هو معهوش اي بي دلوقتي، بيعمل ايه؟ بيبعت برودكاست في كل حتة، بيبعت رسائل. تمام. في الحالة دي لو وصلنا بس جهازين والاتنين عايزين اي بي، فهم بيبدأوا يعملوا البرودكاست ده. فتخيل كام جهاز بيمر بيه البرودكاست ده. طيب، ده بس عايز اي بي. في كام جهاز ممكن يحتاج اي بي؟ في كام جهاز بيبعت دي اتش سي بي ان هو الاي بي ده انا لسه عايز اكمل بيه مثلا. في كاميرات بتبعت برودكاست طول الوقت عشان يدوروا على الام في ار. في الله اعلم الاجهزه والبرامج اللي موجوده ممكن تكون بتبعت ايه تاني. ففي ريكوستس وهيفي لود عالي جدا على الشبكه دي لو اتقسمت او اتعمل لها ديزاين زي شبكه البيت. مظبوط. طب امال ايه الحل هنا؟ الحل هنا بيبداوا ان هم يقسموها لفيلان. ماشي. كل ده هو عبارة عن لان، صح كده؟ فهو بيبدأ ان هو يقسم اللان الكبير ده لقطع صغيرة كده، ويبدأ يطلق عليها فيرتشوال لان. فهي جوه اللان الحقيقية قسمها لمجموعة فيلانات، فخلى دي مثلا للكاميرا، خلى دي مثلا للأجهزة الطبية والأشعة مثلا، خلى دي مثلا للاستقبال، وهيخلي فيلانات تانية مثلا للإنعاش أو العناية الفائقة، وهكذا. ومانجمنت فيلان هيبدأ يقسم اللان الكبيرة دي، هيبدأ يقسم اللان الكبيرة دي لمجموعة أجزاء فيرشوال صغيرة. تمام؟ طيب دلوقتي إيه هي اللاير 2 وإيه هي الفيلان؟ اللاير 2 هي اللاير الوسيط ما بين الفيزيكال لاير واي لوجيكال لاير هي موجودة فوق. تمام. عشان كده هي بتتقسم لاتنين سب لايرز. واحدة هنا بتبقى الميديا اكسس كنترول، وده اللي بيتأكد السلك عليه داتا او لا، في حاجة بتتبعت، في حاجة جاية، حاجة رايحة، كهرباء شغالة بشكل عام. فهو بيستنى لما خلاص ما فيش اي داتا، ويبدأ يبعت او يستقبل الداتا اللي موجودة. فين الداتا اللي موجودة؟ فين؟ في الكيو اللي هنا، او المالتيبلكسنج اللي بيحصل هنا. وهي الجهاز بتاعك ممكن يبعت في نفس الوقت مجموعة داتا كبيرة جدا. فهنا بيجي الجزء ده بتاع اللوجيكال اكسس كنترول، ان هو يبدأ يقسم الاجزاء دي لفريمات، ويبدأ ان هو يرتبهم كده ويرقمهم كمان كده، يقول ده الاول، ده التاني، ده التالت، على حسب طبعا الكونكشن. ويبدأ ان هو يبعته عن طريق السب لاير اللي هي الميديا اكسس كنترول، ويبدأ ان هو يبعتها بعد كده للسلك. كويس. وفي الحالة دي بيبقى شكل الداتا اسمها فريم. كويس. عايز انوه هنا ان الماك هنا بيكون، او الميديا اكسس كنترول هي لها ماك اي دي. والماك اي دي دي
زي ما احنا عارفين اللي هي بتكون 2 characters نقطتين، 2 تانيين نقطتين، 2 تانيين، كام واحدة؟ 6. تمام. بيكون الجزء ده اللي هما أول 6 كاركتر بيعبروا عن الفندور. فأنت دلوقتي لو أخدت أي ماك اي دي، أخدت منه أول جزء ودخلت كتبت على جوجل مثلا ماك لوك اب أو ماك فندور، ودخلت تدور بأول جزء ده، هيجيب لك الشركة اللي صاحبة الماك أدرس دي هي مين. الجزء التاني ده بقى بيكون بيعبر عن الجهاز نفسه، والشركة هي اللي بتحطه، أو بيسموه تقريبا OUI أو كده. تمام. طيب ليه في جزء للفندور وجزء للاي دي؟ عشان المفروض ان الماك ادرس ما يتكررش على مستوى العالم كله. خلي بالك من نقطة هنت كده صغير، انه الموبايلات دلوقتي بتعمل حاجة اسمها راندمايزد ماك ادرس، وده غالبا ملوش علاقة بأي شركة. فممكن لو أخدت أول جزء من الماك ادرس ودورت عليه ما تلاقيش له فيندور، وده لأنه راندمايزد. الماك ادرس هو بيتكون هيكساديسيمال، بيكون الهيكساديسيمال من 0 ل9، والA من الA للF. دور على الهيكساديسيمال هتلاقي الموضوع بيمشي كده، ان هو هتلاقي الارقام من 0 ل9 دول 10 ارقام، وبعدين 6 ارقام تانيين بيتعبر عنهم بالحروف من الA للF. تمام. فالراندمايزد ممكن ان هو يعمل اي ماك ادرس. تمام. طيب نرجع تاني للفريم هنا، ونتكلم ان الفريم ممكن يكون في اوله تاج هنا. ده بيعبر عن ايه؟ فاكر من شوية لما قلنا الفيلان؟ الفيلان هي عبارة عن فيرتشوال لان، او حاجة لوجيكال، شكل من اشكال التواصل بين الاجهزة لوجيكال. هو بيقسم اللان الحقيقية لاجزاء صغيرة، وحتى لو في ديفايسز هاردوير كتير، مثلا في من ده هنفترض مثلا 10 سويتشات، فالعشر سويتشات دول على ال10 مثلا 5 فيلان، فكل فيلان من دول هي بتتعامل مع ال10 أجهزة كأنهم جهاز واحد، كأنهم لان واحدة. كويس. فلو انت في سويتش في النص كده انت شلت من عليه الفيلان دي، فهو بقى 9 سويتشز بيتعاملوا مع كأنهم جهاز واحد بالنسبة للفيلان دي. كويس. تعالى نضرب مثال صغير. هنفترض ان في بورت من البورتات دي هو واصل عليه كاميرا. ماشي. فالكاميرا دي على الجهاز ده هنفترض ان هي في VLAN ID 5. تمام. تعالى نوصل بقى كل الكاميرات اللي موجودة في المكان مهما اختلف السويتش، هنوصلها على بورتات في السويتشات، ونحدد ان البورت ده تابع لفيلان 5. فهنا الكاميرات كلها هتفهم لوجيكلي او فيرتشوالي ان هي على جهاز واحد. وصلت الفكرة؟ فكده الفيلان هي عبارة عن شكل من اشكال التواصل اللي بيقسم الشبكة بتاعتنا او بيحدد اللان بتاعنا بشكل فيرتشوالي. فاحنا نقدر ان احنا نقسم الاجهزة لجروبس، او ممكن مثلا الادوار لجروبس معينة، بحيث ان مفيش حاجة تخش على التانية. نتعرف ازاي؟ بان هو في تاج هنا بيتضاف للفريم اللي هو اخر شكل بيوصل له الداتا بتاعت النتورك. تمام. والتاج ده عادة اللي بيفهمه بيركبه بيشيله هي السويتشات. كويس. تمام. والفيلانات هي بتتراوح ما بين 1 ل4094. تمام. ده الرقم اللي موجود. في منهم بيبقى حاجات محجوزة عند بعض الفيندورز، عند بعض شركات تانية انت استعمل اللي انت عايزه. المهم ان هو في الاخر
خلي عندك معلومة ان الفيلانات دي هي بتقسم الشبكة بتاعتك لسيجمنتس. كل سيجمنت من دول هي يعني بتحد من البرودكاست دومين ان هو ينتشر في كل حتة. بتعمل لاير من السكيورتي ولاير من الاستمرارية للشبكة بتاعتك. لانه تخيل معايا كده شبكة كبيرة قوي زي شبكة المستشفى اللي اتكلمنا عنها في اول الفيديو. شوف عندك كام شبكة. تخيل عندنا هنا في المستشفى فيها أجهزة كتير جدا. كويس. الأجهزة الكتير دي حصل نفترض IP conflict. في الحالة دي اللي بيحصل إنه ممكن ال IP conflict ده يسبب إن الإنترنت ينقطع تماما، أو أي تواصل بين الأجهزة ينقطع تماما، خلاص ما عادش يبقى فيه تواصل. ممكن يوقع أقسام كاملة، لأنه أنت خلاص هو الشبكة هنا وقعت. ممكن يحصل مثلا لوب. أنا ببعت للجهاز ده، تمام، لجهاز إكس، فجهاز إكس عايز يرد، ففي 2 IP، فيقوم رايح رادد هنا على جهاز واي، بعدين جهاز واي يرجع يبعت هنا، وهكذا لوب مش هنخلص بقى. هتفضل كده وتلاقي الأجهزة فجأة بقى الترافيك عليها عالي، وبقت في لود عالي جدا، والمراوح هتبدأ تسمعها بقت عالية جدا، لكن في الأساس مفيش تواصل بين الأجهزة. خلاص الكونكشن وقعت بسبب اللوب، أو بسبب إن هو حصل يعني كونفليكت ما بين الأجهزة، يعني زي سوء فهم كده ما بين الأجهزة. كويس. فهنا المستشفى هي مش هزار. المستشفى بيبقى حاصل فيها زي ما اتفقنا مثلا ان فيها انعاش، او العناية الفائقة، فيها اجهزة او معامل شغالة، فيها استقبال، فيها طوارئ، فيها حاجات كتير قوي. خصوصا يعني لو مستشفى هي خاصة بقى وضمة كل الحاجات دي، فهتلاقي ان الموضوع بقى صعب، كريتيكال قوي هنا، فلازم انك تشوف حل ضروري. فايه الحل بقى؟ ان احنا مثلا ممكن نروح للفيلان. ايه اللي بيحصل في الفيلان؟ اللي بيحصل في الفيلان ان هي اول حاجة بتقسم لك المواضيع دي كلها لبرودكاست دومينز مختلفة. فده بيدي للشبكة reliability اكتر. يعني خلاص الشبكة دي قادرة انها تستمر. لو حصل مشكلة في فيلان معينة، ده مش هيأثر على باقي الفيلانات. فمثلا هنا الانعاش مثلا هي لها الفيلان رقم 100 هنفترض، فحصل انت عندك كونفليكت في فيلان 10، ان في مثلا ده بتاع الكاميرا هنفترض، ففي كاميرا اخدت اي بي وكاميرا تانية واخدة نفس الاي بي. فخلاص هنا دول ممكن يحصل ان الكاميرات تفصل لحد ما تحل المشكلة دي، لكن الانعاش شغال زي ما هو، ما فيش اي مشكلة. تمام. في عندنا برضو layer of security. هنتكلم المرة الجاية ان شاء الله عن حاجة اسمها الاتاكس على النتورك. تمام. وهنشوف ازاي ان اللاير 2 او السويتشز هي مسؤولة عن جزء كبير قوي من الحماية في الجزء ده. كمان بيسهل عليك عملية المينتيننس. ازاي؟ انا دلوقتي لو عندي شبكة واحدة، لو هي شبكة كبيرة زي ما اتفقنا واحدة بس، حصل فيها مشكلة، دور بقى انهي قسم وانهي جهاز، هتقعد تدور كتير. لكن لما انت مقسمها لمجموعة من الفيلانز، في الحالة دي هتيجي تبص هتلاقي ان هو الفيلان رقم 10 بتاعت الكاميراز هي اللي باظت، فانا اقدر اروح ابص على الكاميرات، اشوف ايه اللي فيه المشكلة واحلها. مظبوط كده. فهو بيظبط الموضوع ده برضه. فالفيلانز هي بتساعدك في القصص دي كلها. طيب، تعالوا نلخص مع بعض كده القصة بتاعت الفيلانز واللاير 2 والقصص دي، علشان المرة الجاية هنتكلم عن السكيورتي بتاعت النتورك وايه علاقتها باللاير 2. تمام. اول حاجة احنا في لاير 2 بنتعامل مع السويتش، والسويتش هو جهاز بيبعت الداتا بين البورتس بتاعته، ولكنه اذكى شوية من اجهزة قديمة زمان زي الهاب وغيره. السويتش
بيكون عنده حاجة اسمها الماك ادرس تيبل، وبيبدأ ان هو يقول على البورت مثلا رقم 1 انا في عندي الماك بتاع جهاز اكس. ففي حالة ان انت عايز جهاز اكس هو بيبعت له على طول. قبل كده زمان في الأجهزة مثلا حاجة زي الهاب أو كده هو كان بيعمل فلاد، بيبعت لكل الأجهزة اللي متوصلة، واللي عايز حاجة بياخدها. فده طبعا مش سكيور نهائي، لأنه أي حد ممكن ياخد الداتا يعترضها ويشوف ايه المحتوى بتاعها ويشوف انت بتبعت ايه. فده مش سكيور نهائي. فجاء سويتش حل المشكلة دي. بعدين برضو في الأجهزة القديمة كان ممكن الجهاز يبعت داتا في حال ان في داتا اوريدي بتتبعت. فهنا بيعمل مشكلة ان هو زي كونفليكت بس بالنسبة للداتا. فهنا السويتش برضو هو حل المشكلة دي. فهنا السويتش حل مشكلة الفلودنج، ان هو الأجهزة زمان كانت بتبعت الداتا كلها لأي حتة، هو بقى بيبعت للجهاز المقصود. كمان مشكلة انه ممكن يتبعت داتا في نفس الوقت، هو حلها برضو بان هو بيتأكد الاول ان مفيش داتا بتتبعت وبعد كده يبعت هو. بعدين الحاجة اللي عليها الدور كمان انه اي جهاز انت عايز توصله وهو بيحتاج باور، كنت بتحتاج تجيب له ادابتر. فبعض السويتشات هي بتوفر لك الموضوع ده، ان هو بيبعت باور اوفر ايثرنت. كمان بيضيف layer of security لأنه جهاز أذكى شوية من باقي الأجهزة، وفي منه زي ما اتفقنا موديلات كبيرة جدا وكتير تقدر إنها تساعدك في إنجاز مهام كتيرة جدا. طيب إزاي السويتشنج أو layer 2 هي مفيدة في الكلاود؟ ده هنتعرف عليه المرة الجاية، وهنتعرف كمان على السكيورتي، وهنتعرف كمان على شكل الشبكة اللي بتوصل السيرفرات ببعضها في الكلاود، او لو عندنا داتا سنتر كبيرة ازاي بنوصل السويتشات دي ببعضها. هنتعرف بصورة سريعة زي ما اتفقنا عشان يكون عندنا شكل من تخيل ايه اللي بيحصل في الخلفية، وفي نفس الوقت نفهم ايه اللي بيحصل في الكلاود والجزء ده يفيدنا ازاي في الكلاود. ونعرف كمان لما نيجي نعمل ترابل شوتينج نعرف هنبدأ منين وهنتأكد من ايه علشان المواضيع تبقى اسهل معانا. اشوفكم المرة الجاية على خير.